بيتقال عليه إن هو راجل شهواني اتجوّز طفلة عندها 9 سنين، فيعني لازم كان الواحد يدوّر على الإجابة للسؤال ده. الحكاية بتقول إن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو في سِن ال50 سنة اتجوّز من ستنا عائشة وهي عندها 9 سنين. والحقيقة إن القصة دي أول ما هتسمعها هتحس بقلبك كده في حاجة من عدم الارتياح والريبة، لإن أنت مش متخيّل إن المفروض ده شيء طبيعي، وخصوصًا إن في ناس بتاخد القصة دي كمُبرر للهجوم على سيدنا محمد وعلى المجتمع الإسلامي ككُل، لإنه لو أنت جيت حسبتها كده هتلاقي إن ما فيش قصة أكتر من كده تبيّن لك النبي بتاعك إن هو شهواني وعاوز يتجوّز طفلة وطمع فيها لمجرد بس إن هي جسمها كان كويس أو إن هي خلاص بقت جاهزة لعملية جنسية، فخلاص اتجوّزها علشان كده. وتعالَ ناخد الموضوع واحدة، واحدة كده. تعالَ ناخد أول نقطة فيه وهو وصف سيدنا محمد بإنه شخص شهواني. طيب إزاي ممكن يبقى شخص شهواني يتواجد في مجتمع بيتيح التعدُّد للزوجات بدون أصلًا أي limit ليه؟ يعني ما كانش في حد أقصى للزوجات، عادي كان ممكن واحد يتجوّز 100 واحدة، 200 واحدة وكلّهم على ذمته. وكمان كان مجتمع بيتيح زواج الأقارب، يعني في وقت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام